ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والمشرك هو من يدعو غير الله أو يتوكل على غير الله من الصالحين أو الأولياء أو الفقراء أو ما يفعله الآن عندنا في السودان ما يسمى بالصوفية. عقائدهم هذه عقائد خربة مخلة بأصل الإسلام ومخلة بأصل الدين الحق الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والآن دعاء غير الله موجود في العقائد الصوفية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون